يا شيخ إذا سهى المسبوق في صلاته هل يسجد للسهو؟ نعم، إذا كان مسبوق وهو يقضي ما سبق بعد أن سلم الإمام قام، فما سهى فيه في انفراده في أداء ما سبق يجب عليه سجود السهو. أثابكم الله يا شيخ، ما حكم من اشترى السلعة بالتقسيط ثم باعها بأقل من ثمنها؟ هو على كل حال حر في ذلك، لكن بشرط أنه ما يبيعها على من باعها عليه بالتقسيط. وأما كونه يبيعها على آخر اشتراها مثلا ب10,000 وباعها ب7,000 8,000، على كل حال هو حر في هذا التصرف ولا شيء في تصرفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سوف أذهب من الرياض إلى الجبيل انتداب لمدة 28 يوم، هل يجوز لي القصر والجمع في هذه المدة؟ والله الذي عليه جمع من أهل العلم أنه لا يجوز له ذلك، بل حكمه حكم المقيمين في الجبيل. نعم، أقرضت شخصا 10,000 ريال وحال عليها الحول عنده وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج؟ الله يعني حينما الآن نحن الآن بس في إخراج الزكاة. أما مسألة الآن الزكاة فقد أخرجت بيع ذمته، لكن هل هذا يعتبر من القرض الذي جر نفع؟ إذا كان إن في الواقع يعني يبي يعتبر كل ما مر عليه الحول يبي يخرج الزكاة عشانه ما يطالبه، فهذا في الواقع ما ينبغي، وحيلة على الانتفاع بالقرض على سبيل الربا لا يجوز. والذي يجوز هو أن المقترض إذا سدد القرض في آخر أمره ثم أعطى المقرض مبلغا من المال يعني على أساس مقابلة المعروف بمعروف فلا بأس بذلك. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة.